ألف مبروك ولاد المغرب على الترشح أمام أمريكا لنصف نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المغاربة اليوم عجبوني برشا كيفاش لعبوا، لاعبين عالميين ومدرب عالمي، بصراحة منتخب عالمي. إن شاء الله ديما متألقين وتفرحونا أكثر في نصف النهائي. إن شاء الله طالعين بقوة، ومبروك للمنتخب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي المرشح رقم 1 لنيل اللقب، الحقيقة نسخة قوية جدا. شفنا المنتخب المغربي النسخة هذه منتخب متكامل حقيقة، يعني رينا روح جديدة في المنتخب، رينا لاعبين من طراز عالي، رينا جودة في اللعب، فنيات عالية ممتازة. حقيقة أنا نعتقد اللي هو ممكن مرشح بارز النسخة هذه نتاع كأس العالم، خاصة على المستوى التكتيكي. كان فما انضباط كبير على المستوى التكتيكي، لذا عكس اللي كنا نشوفوا فيه، خاصة اللاعبين نتاعو كي بداو فنيين برشا. رينا حقيقة فريق، رينا مجموعة صحيح في فرديات كبيرة، لكن وقت اللي يطلب الأمر باش يقوموا بدورهم الدفاعي يقوموا بدورهم الدفاعي مهما كان اسم اللاعب ولا مهما كانت قيمة اللاعب. دونك وهذا شفناه خاصة في المباريات الكل. لأنه المنتخب المغربي أعطانا درس الحقيقة. المنتخب المغربي اللي تاد سبري نتاعو، تشوف المنتخب هذا كيفاش يقاتل لاخر الدقائق. المنتخب المغربي اليوم مش من فراغ، إذا كان نلقاو في المستوى العالمي هذا، شوف اللاعبين وين يلعبوا في أقوى الدوريات الأوروبية، شوف مدارس التكوين حكى عليها مادي بكري، يعني مدرسة محمد السادس كيفاش تكون في اللاعبين منذ الصغر وتحضرهم باش يلقاو رواحهم في المناسبات الدولية الكبرى. فالحقيقة المنتخب المغربي حتى واحد فينا ما حط المنتخب المغربي يوصل لنصف النهائي، وكان يعتبر فقط الترشح هو بمثابه انجاز تاريخي. خلي اليوم احنا نحكيو ربما في الاستوديو وكأننا نتعاونوا مع المنتخب المغربي كانه في الند مع ونحلوا الاسباب، ويعني والاسباب لم تكن، وهذا حد ذاته شرف، وهذا شرف، والمستوى لم يكن متباعد الى هذه الدرجه. رينا في عديد اللحظات المنتخب المغربي شوف مش متعود راهو بالتظاهرات الكبرى يعني المنتخب المغربي متعود يلعب 3 مباريات كاس عالم ويغادر، فالجيستيون بتاع 6 و7 مباريات في كاس العالم تتطلب افكتيف وتتطلب فلسفه جديده، اكتسب الخبره. وانا متاكد ان المنتخب المغربي سيواصل بالنواه اللي ريناها في كاس العالم هذه التعلق، يدخل التاريخ اكثر. الحقيقه ريزو سوسيو كيفاش الجماهير التونسيه كيفاش يعني متشرفه بالمنتخب المغربي. احنا الناس كل ايش تعرف شنو اللي يلمنا حمزه من الاخر؟ المقارنات. علاش احنا مش هكا؟ انت في بالك اليوم ما عادش نتقارنوا بالمغرب؟ ما عادش نتقارن اليوم، ولينا حتى ترتيب عالمي يا حمزه. هي لا بار الترتيب العالمي اليوم نحكيو حتى استراتيجي، حتى الوصول نتاع المنتخب المغربي، لانه المنتخب المغربي الوصول راهو نتيجه تاع خدمه لمده سنوات. معناتها اليوم كنا في سنوات التالي نتقارنوا بالمنتخب المغربي ونقارنوا معناتها بطولتنا خير، بطولتهم خير. المنتخب المغربي كان قريب برشا وانه هو اللي يمر فوز عريض في الدور الاول في طريق مفتوح. الحقيقه نسخه قويه جدا، تقريبا المرشح رقم 1 لنيل اللقب بشهاده الفنيين الكل. هذا في نسخته الحاليه منتخب قوي.